قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث واقعية. طبعا كلنا سمعنا عن لوح الويجا، ولوح الويجا مش مجرد لعبة بنشوفها في أفلام الرعب، دي لعبة واقعية وخطيرة جدا، وفي ناس كتير حياتها اتدمرت بسبب اللعبة دي، وبطلنا النهاردة كان واحد منهم. أهلا بيكم، أنا شادي سلامة، والنهاردة معادنا مع قصة جديدة. طفي الأنوار، خد نفس عميق، ويلا بينا نبدأ. جوني كان شاب مراهق، وكان متعود كل يوم يروح يقعد مع عمه اللي كان عايش لوحده. جوني كان متعلق جدا بعمه لأنه كان قريب منه جدا وكان بيفهم دماغه، لكن في نفس الوقت العم كان غامض جدا وتصرفاته غريبة، وساعات كان بيعمل حاجات جوني ما كانش بيفهمها، زي مثلا انه لما كان بيجي الليل كان عمه بيمشيه من البيت، وكان بيتحجج انه بينام بدري، وان انت يا جوني عندك مدرسة وكده. جوني ما كانش مصدق الكلام ده، وكان جواه فضول انه يعرف السر اللي عمه مخبيه واللي بيخليه كل يوم شبه بيطرده ومش بيرضى يقعده معاه لحد الليل. فقرر في يوم انه يروح لعمه، وكالعادة لما جه الليل عم جوني بيمشيه من البيت، لكن جوني قرر انه مش هيروح وانه هيقعد وهيراقب عمه. فضل جوني يراقب عمه من شبابيك البيت طول الليل، لكن مفيش اي حاجة حصلت، وفضل على الحال ده لحد الساعة 12 بعد نص الليل. بعدها شاف عمه بيطفي انوار البيت كله، وبيدخل اوضة من الاوض وبيقعد على ترابيزة وبيحط قدامه لوح خشب. جوني ما كانش فاهم عمه بيعمل ايه وايه اللوح اللي قدامه ده. بدأ عم جوني يتمتم بكلمات غريبة ومش مفهومة، كأنه بيتكلم بلغة قديمة او مندثرة، وفي نفس الوقت بيحرك بايديه مؤشر فوق اللوح اللي قدامه. ورغم ان الدنيا كانت ضلمة، لكن جوني كان شايف المشهد من نور القمر اللي داخل من الشباك، وده خلى الامر مرعب اكتر. ابتدى عم جوني صوته يعلى، وتحولت نبرة صوته وكأنه بيتوسل لحد غير مرئي موجود قدامه. جوني ما كانش شايف حد في الأوضة غير عمه، لكن كان حاسس إن عمه شايف حاجة هو مش شايفها. كان عمه بيتكلم شوية، بعدها بيسكت وكأنه بينتظر إجابة من الشيء اللي قدامه. جوني كان مستغرب جدا، وفي نفس الوقت كان مرعوب، لحد ما حصلت حاجة خلت الدم يجري في عروقه وجسمه كله يتجمد من كتر الرعب. عمه قام من على الكرسي وهو لسه بيتمتم باللغة الغريبة، واتحرك ناحية الشيء اللي بيكلمه وركع على ركبته وابتدى يسجد. جوني اتصدم واتخشب مكانه وما كانش مصدق اللي بيشوفه. بعدها عم جوني قام واتحرك اكتر ناحية الشيء اللي بيكلمه ويسجد له، ودخل في ركن ضلمة كان موجود في الأوضة وما كانش واصل له نور القمر، واختفى. جوني بيركز اكتر على الركن اللي عمه دخل فيه. الركن كله كان غرقان في الضلمة، لحد ما فجأة بتظهر من العدم عيون مخيفة لونها أصفر وعاملة زي عيون الضفادع، وبتلتفت ناحية جوني وبتثبت نظرها عليه. وفي البيت كان أبو جوني قلقان جدا على ابنه اللي اتأخر، لحد ما سمع الباب بيخبط بعنف. فتح الباب لقى جوني قدامه، ولسه هيزعق فيه بسبب تأخيره اتفاجئ بجوني بينهار على الأرض وبيغمى عليه. الأب حاول يفوقه، لكن لاحظ إن جوني وشه أصفر وشاحب جدا. فاق جوني لقى نفسه على السرير وأبوه جنبه، وابتدى ياخد نفسه ويسترجع كل اللي شافه. ولما أبوه بيسأله عن اللي حصل، بدأ جوني يحكي له القصة كلها وكل اللي شافه. سمع الأب كلام جوني باهتمام، وبعد ما جوني خلص حكايته فضل الأب ساكت وباصص في اتجاه واحد وهو سرحان. جوني لاحظ القلق والتوتر على وش أبوه، وحس إنه يعرف حاجة في الموضوع ده ومخبيها عليه. وفعلا زي ما جوني توقع، الأب طلع عارف كل حاجة، وقال لجوني إن عمك كان متعلق جدا بجدك، ولما جدك مات كان بيحاول عمك يتواصل معاه بأي شكل، فقعد يدور على طريقة لحد ما اكتشف اللعبة الملعونة اللي انت شفتها دي. فجوني بيبص لأبوه بنظرة استفسار، فأبوه بيكمل ويقول له اللوح اللي انت شفته مع عمك ده اسمه لوح الويجا، والناس بتستخدمه للتواصل مع أرواح الموتى. جوني بيسمع الكلام ده فبيحس برعشة في جسمه وبيسترجع كل اللي شافه، لكن أبوه بيكمل ويقول للأسف اللعبة دي خطيرة جدا، لأن الأرواح اللي الناس بتستدعيها في أوقات كتير بتخرج عن السيطرة وبتدمر أي حاجة بتكون قدامها، وممكن بنسبة كبيرة تحصل حالات تلبس ومس شيطاني بسببها. جوني سمع الكلام ده والرعب بدأ ينتشر في كل حتة في كيانه، لكن في الآخر أبوه حذره وطلب منه يوعده إنه مش هيروح لعمه بعد كده علشان يبعد نفسه عن أي أذى. فجوني بيوعده، لكن جوني مش بيقدر ينام الليلة دي بسبب اللي شافه، وبيطلب من أبوه إنه ينام جنبه. وتاني يوم وهو خارج من مدرسته الفضول بياخده وبيحركه ناحية بيت عمه، ورغم وعده لأبوه إنه مش هيروح تاني، لكن الفضول كان أقوى منه، وفعلا بيروح على البيت وبيخبط لكن محدش بيفتح. بيبص من شبابيك البيت كلها مش بيلاقي حد جواه. جوني بيستغرب، دي أول مرة ما يلاقيش عمه اللي تقريبا مش بيخرج من بيته إلا قليل جدا.
بيروح جوني وبيقرر انه هيعدي تاني يوم، وفعلا بيعدي تاني يوم برضه نفس الكلام، مش بيلاقي عمه. ويعدي تاني يوم وتالت يوم واسبوع وشهر وسنة، وعم جوني اختفى وملهوش اي اثر، اختفى للابد. وبعد مرور 15 سنة بيكبر جوني وبيتجوز وبيكون أسرة، لكن ذكرى عمه اللي اختفى وتفاصيل آخر ليلة شافه فيها فضلت محفورة جواه وعمرها ما فرقته. وفي ليلة نام جوني وحلم حلم غريب، حلم انه دخل كهف كله ضلمة، وفضل يمشي فيه لحد ما لمح نقطة ضوء من بعيد. فضل يمشي ورا النقطة دي اللي كل مادة كانت بتكبر، لحد ما اكتشف انها عبارة عن ضوء شمعة محطوطة على حجر كبير مربع الشكل، وجنب الشمعة كان موجود لوح ويجا. ورفع عينيه لقى شخص واقف ورا الحجر، وعلى ضوء الشمعة الخفيف قدر جوني يتعرف على ملامح الشخص اللي واقف. أيوة، كان عمه اللي اختفى من 15 سنة. جوني حس إن عمه متسلسل وملامح وشه خليط من الرعب والألم والذعر والعذاب، ولسه جوني هيتحرك ناحيته كانت المفاجأة. ظهرت نفس العيون الشيطانية اللي شافها زمان في البيت ليلة ما عمه اختفى، لكن المرة دي ابتدى الكيان كله يظهر من ورا عمه. جوني اتخشف في مكانه. الكيان كان عملاق جدا وشكله في منتهى البشاعة، كان عبارة عن جسم إنسان عملاق وراس شيطان، وليه جناحات عملاقة وعينيه مشقوقة ولونه أسود. الكيان شاور على جوني بصباعه وزقر زي الأسد زئيره، خلى الكهف كله يتهز زي ما يكون حصل زلزال. وابتدت حجارة كبيرة تنزل على جوني اللي صحي من النوم بصرخة رهيبة. صحيت مراته من جنبه بتهديه. بيبص جوني على الساعة واكتشف انها 12 بعد نص الليل. تاني يوم جوني راح شغله، وطول اليوم ما كانش على باله غير الكابوس اللي شافه ليلة امبارح، وعمال يسأل نفسه يا ترى الحلم ده معناه ايه. لكن الغريبة ان الحلم اتكرر اكتر من مرة، علشان هنا ياخد جوني القرار اللي هيغير حياته كلها بعد كده. جوني قرر يروح بيت عمه المقفول من 15 سنة. الساعة كانت 12 بعد نص الليل لما جوني دخل البيت اللي كل حاجة فيه كانت زي ما هي، بس الفرق إنها مدفونة تحت أكوام من التراب. جوني أول ما دخل البيت حس ببرودة غريبة، لكنه كان واخد قراره مش هيرجع فيه، ورجليه كانت واخداه على مكان بعينه. أيوة بالظبط، الأوضة إياها اللي عمه اختفى فيها. جوني لقى باب الأوضة موارب، فدخل الأوضة اللي كانت كل حاجة فيها زي ما هي، مفيش حاجة اتحركت. الترابيزة وعليها لوح الويجا، لكن كان في جنب اللوحة شمعة، والشمعة كان باين إنها مطفية من قريب. جوني ابتدى يخاف وفكر إنه يتراجع، بس طرد الفكرة بسرعة وقرر يكمل في طريقه. قعد جوني قدام اللوح وابتدى يحرك المؤشر. جوني قرر يتواصل مع روح عمه علشان يعرف منه إيه اللي حصل بالظبط. وفعلا بيولع جوني الشمعة وبيحط إيديه على الحجر وبيسأل هل في أرواح موجودة هنا في المكان. انتظر، محدش رد. فضل يكرر السؤال كذا مرة لحد ما المؤشر بيتحرك ناحية كلمة نعم. ابتدت دقات قلب جوني تعلى وجسمه يتنفض، فسأل تاني هل روح عمي موجودة؟ برضه المؤشر بيتحرك ناحية كلمة نعم. جوني تقريبا بقى سامع دقات قلبه اللي كان حاسس انه هيقف من كتر الرعب، وحس ببرودة جديدة وكأنه دخل جوه تلاجة. وبصوت خارج منه بالعافية بيسأل عمي انت موجود هنا؟ لو موجود أرجوك طمني عليك، ايه اللي حصل لك بالظبط؟ وفي وسط صمت رهيب بيسمع جوني صوت بيناديه باسمه. بيدقق في الصوت، اكتشف انه صوت عمه، بس الصوت كان غريب، كان مخنوق ومحشرج وكأنه بيبكي. بعدها الصوت بينادي عليه تاني، لكن المرة دي كان بيصرخ ويستغيث وكأن في حد بيعذبه. جوني ما قدرش يستحمل الرعب وقام بسرعة وخد لوح الويجا وجري بره الأوضة. بعدها خرج من البيت وفضل يجري في الشارع لحد ما وصل بيته. دخل بيته وقفل على نفسه وشال اللوح في أوضة المكتب ونام. وفي نفس الليلة اتكرر الحلم تاني. الفضول كان بينهش في جوني، عايز يعرف ايه اللي جرى لعمه. وفعلا تاني يوم قام في نص الليل ودخل أوضة المكتب وقعد قدام لوح الويجا وحاول يستدعي عمه مرة تانية، لكن ما كانش فيه أي استجابة. كرر المحاولة أكتر من مرة لكن مفيش فايدة، مفيش أي حاجة بتحصل، لحد ما جوني زهق وشال اللوح في خزانة البيت ونسي الموضوع. تعدي فترة وتبتدي مرات جوني وبنته يشتكوله من صوت خربشات وخبط على الحيطان. وفعلا بدأ جوني نفسه يسمع نفس الأصوات اللي ابتدت تزيد بشكل بشع، وبدأوا يشموا روايح كريهة ويحسوا ببرودة رغم انهم كانوا في الصيف. وفي يوم كان في ضيوف عند جوني في البيت، وفجأة وهم قاعدين
بدأت أبواب وشبابيك البيت كلها تفتح وتقفل لوحدها، والدواليب والأدراج وكل حاجة في البيت بتفتح وتقفل، وسمعوا أصوات مخيفة جاية من جوه الحيطان. بعد ما الأمور هديت، الضيوف أكدوا لجوني إن كل الحاجات دي علامة على وجود كيان شيطاني في البيت. الأمور اتطورت بشكل مرعب، لدرجة إن بنت جوني دخلت علشان تستحمى، فحست بشيء غامض ماسكها وبيحاول يغرقها في البانيو. جت أمها بسرعة وخرجتها بالعافية وخدتها في حضنها وقعدت تعيط. الأمور ابتدت تسوء أكتر، وبدأت تظهر أطياف غريبة في البيت، والحاجات تتنقل من مكانها وتطير في الهواء من غير ما حد يلمسها. وبدأ جوني ومراته وبنته يحسوا إن في حد بيراقبهم في كل خطوة. بعدها بنت جوني جالها مرض نادر جدا، لدرجة إن الدكاترة ما كانوش قادرين يشخصوا حالتها، وبدأ وزنها يقل بطريقة مرعبة. وزاد على كده إن جوني رجع البيت مرة وقعد ينادي على مراته وما كانتش بترد، لحد ما اتفاجئ إنها واقعة على أرضية الخزانة ومغمى عليها. وشها كان شاحب جدا وجسمها متخشب، ولما فاقت كانت فاقدة النطق تماما، وكل ما كان يسألها إيه اللي حصل تبصله وتقعد تبكي بهستيريا. حياته كلها اتدمرت، اترفد من شغله، وبنته محطوطة على الأجهزة بين الحياة والموت، ومراته دخلت مصحة نفسية، والأمور كل يوم بتسوء أكتر من اليوم اللي قبله. أدرك جوني أخيرا الغلطة الشنيعة اللي ارتكبها، وقرر إنه لازم يصلحها علشان ينقذ بنته ومراته حتى ولو هيضحي بنفسه. وفعلا راح على البيت ودخل الخزانة وخد لوح الويجا، وطلع بأقصى سرعته ويجري من البيت وراح على بيت عمه، ودخل نفس الأوضة اللي خد منها اللوح واللي عمه اختفى فيها زمان. وبدأ جوني يستدعي روح عمه. عدى الوقت وجوني مستني ومترقب لحد ما سمع صوت بيهمس، وعرف جوني إنه صوت عمه. الصوت بدأ يعلى لدرجة الصراخ وهو بينادي عليه ويستغيث. بعدها اتبدل صوت العم بصوت ضحك شيطاني مرعب، كان صدى صوته بيرن في البيت كله. صوت الضحك سكت فجأة، وفيه هدوء مخيف خيم على المكان كله. وبص جوني على الركن اللي عمه اتحرك ناحيته زمان علشان يشوف نفس العيون الشيطانية بتظهر من تاني وبتركز عليه. وفجأة بيظهر صوت قوي زي صوت الأسد، وبتحصل هزة قوية في البيت، وبيقع جوني من على الكرسي وبيقع وراه لوح الويجا، وبتبدأ كل الحاجات اللي في الأوضة تطير في الهواء، والبراويز اللي على الحيطان تقع وتتكسر، والبيبان والشبابيك تفتح وتقفل لوحدها. وهناك في الركن الجحيمي بيظهر الكيان الشيطاني البشع اللي جوني كان شافه في الحلم واقف ورا عمه. الكيان بيظهر في كامل هيئته، شيطان مخيف ليه جسم إنسان وجناحات نسر وأطراف أسد، وعينيه عبارة عن شعلتين من نار. أما جوني فبيكون على الأرض ومش قادر يقف على رجله من كتر الهلع والرعب، ما كانش مصدق وكان حاسس إنه بيحلم. أما الشيطان اللي ظهر لجوني فكان الشيطان بازوزو، وهو شيطان خطير جدا ويعتبر من ملوك الشياطين. بيظهر بازوزو بقوة وجوني روحه بتتسحب منه والدنيا كلها بتلف من حواليه. بعدها بيشاور بازوزو بصباعه على جوني، وهنا جوني أدرك كل حاجة. أدرك إن عمه لما كان بيحضر روح جده زمان غلط واستدعى الشيطان بازوزو المهلك. قدر بازوزو يستحوذ على روح عمه، ومن الواضح إن جوني وقع في نفس الفخ. بيلاقي جوني قوة عجيبة بتحركه، وغصب عنه بيمشي على ايديه ورجليه وبيتحرك ناحية بازوزو وبيسجد قدامه. بعدها مش بيشوف قدامه غير ضلمة في ضلمة. ومن ساعتها جوني ما خرجش من البيت ومحدش سمع عنه اي حاجة بعد كده، وبتنتهي القصة. اتمنى لو الفيديو عجبك تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشجعنا اننا نستمر، وطبعا اهم حاجة تسيب لي رأيك في الكومنتات. ولو عندك اي موضوع او قصة او موقف مرعب حصل معاك وحابب نحكيه سيبهولي برضه في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي.